بسم الله الرحمن الرحيم. معانا كاميكس النهارده 3 تسعات. الصورة زي ما احنا شايفين فيها تكسير وصوت الزنة اللي احنا سامعينه ده. بعد الفاصل ان شاء الله كده نفتح ونشوف الدنيا مع بعض فيها ايه، نحاول نحل المشكلة. تابعوا معايا. بعد الفتح وبالنظر كده لقيت شوية المكثفات دول كده منفخين، مكثف الكبير ومكثفات الناحية التانية. هنغير المكثفات ديت ونرجع نشوف الدنيا فيها ايه مع بعض. لو في حاجة تانية هنعملها. تابعوا معايا. فكينا دايرة الباور اهي. عندي مكثفات منفخة هغيرها، واهم حاجة هنشوف المكثف بتاع خط ال 12 ده لازم يتغير، عشان ده خط التغذية بتاع الاي في. احتمال يكون هو اللي مسبب الزنة. ده مكثف الالكو زي ما احنا شايفين في تسريب اهو. ده 33/450. وفي مكثف منفخ تاني اعتقد ان ده بتاع خط ال5. اعتقد ان هو خط ال5 عشان دوت كام 2200/10. يبقى ده كده بتاع خط ال5 فولت. وهنشيل المكثف بتاع خط ال 12 كمان اهو. عشان اعتقد ان ده هيبقى المسؤول عن الزنة. ده 220/25 فولت. ادي التلات مكثفات بتوعنا اللي اتشالوا. هنحط غيرهم بقى. انا محضر مكثفات جنبي اهي. شيل دول بس من هنا كده. متنسوناش يا جماعة من اللايك والشير، الدعم اللي احنا عايزينه منكم عشان نقدر نوصل لناس كتير، نقدر نفيد ناس كتير زي ما احنا بنستفيد. لازم نفيد. بعد اذن حضراتكم يا ريت الدعم بلايك وشير. مش هتخسر حاجة، انت كده كده فتحت الفيديو وبتتفرج على الانترنت خلاص. والمكثف التالت اللي هو 220/10. كده هنشوف بقى كده لو في لحمات ناشفة عندنا اللي هي دراي لازم نعملها بالمرة، عشان دي طبعا بتعمل معانا مشاكل كتير. اي لحمات ناشفة ومشققة لازم تتعاد بالذات في المنطقة السخنة. في اي كارت باور سواء في رسيفر او في شاشة او اي حاجة.
الموضوع كله مش هياخد معانا ثواني بعد ما خلصنا الاصلاحات اللي عندنا، ان احنا نلف لفة كده على الدرايات اللي عندنا دي. كده مفيش حاجة تاني، تمام. واحدة ايه، احنا كده زي الفل. هنركب بقى في الريسيفر ونحط عليه صورة ونقابلكم على طول بإذن الله، ونشوف لو عندنا مشاكل تاني نعملها. ما عندناش مشاكل يبقى احنا كده تمام. هركب واحط عليه صورة وابقى معاكم حالا، تابعوا معايا. الريسيفر شغال اهو. غيرت مجموعة مكثفات الالكو، مجموعة مكثفات انا في خارج الباور. اهمهم طبعا كان اللي هو على خط ال 12 فولت اللي بيغذي مخارج الاي في، هو اللي كان عامل معانا شوية مشاكل. والصورة استقرت كإشارة واستقرت كزنة. لو هنعلي طبعا الريسيفر مفيش مشاكل، ونعلي مفيش زنة. لو وطينا الريسيفر مفيش زنة. انا طبعا شغال على الاي في، ريسيفر قديم طبعا. اتمنى تكون المعلومة وصلت، وما تنسوناش من دعوة بظهر الغيب. شرفتوني.